البناء العضلي واحد العملية اللي كتطلب وقت طويل مقارنة مع فقدان الدهون، وصعيب بزاف تعرف راسك واش كتزيد الكتلة العضلية بالعين المجردة فقط. لذلك كيخص تضمن واحد الشروط اللي كيخليوك تأكد شيئا فشيئا انك غادي في الطريق الصحيح. وشحال ما حققتي شي شرط من تلك الشروط اللي غادي نتكلم عليهم في الفيديو، شحال ما كتقدر تقول بكل ثقة في النفس انك زدتي العضلات. الشروط اللي غنخلي لك الفقرات ديالهم اسفل الفيديو لو بغيتي تمشي ليهم مباشرة، لكن ادعوك تشوف الفيديو باكمله باش تدعم الصفحه وتخليها تبان عند الناس. التحليل الشخصي اللي كدير باش تعرف واش غادي في المسار الصحيح خاصو قبل كل شيء ياخذ بعين الاعتبار وضعيتك الحاليه اولا. فمثلا واحد مبتدئ يلاه داخل لاصال ماشي بحال واحد متقدم في التمرين، وواحد صغير السن ماشي بحال واحد داخل في الثلاثين وما فوق. الشروط اللي غادي نذكر تقدر تختلف الكيفيه ديال التحقيق ديالهم على حسب الحاله ديال الشخص. اللي كيقول العضلات كيقول بروتين، لذلك خاص في الفتره اللي انت متبع فيها برنامج الضخامه تكون متاكد انك كتحقق شنو خاصك من البروتين وبشكل مداوم. حيت من غير التمرين فبمجرد ما انك كتزيد في كميه البروتين على شنو اللي مولف كتاخد كتقدر تحسن من التركيبه الجسمانيه ديالك بغض النظر على واش كتريني ولا لا. عاد بطبيعه الحال الا كنتي كتريني فيجب ضمان كميه معينه التي تواكب هذه الحركه الرياضيه. هذا العموم في الدراسات حتى كميه كتبدا من 1.6 غرام لكل كيلوغرام حتى ل 4.4 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم. الا ان التاثير الفعلي للبروتين على التركيبه الجسمانيه كينقص شحال ما زدتي من كمية البروتين، حيت بكل بساطة كمية 1.6 غرام لكل كيلوغرام تقدر تكون كافية عند أغلب الناس اللي كيترينيو. والكمية اللي غتزيد فوق ذلك تقدر تساعد في أمور أخرى، وذلك على حسب بزاف ديال الحالات كمثلا الحدة الرياضية ديالك أو كمية السعرات اللي انت كتاخد إلى آخره. هذا ياخذنا للشرط الثاني اللي يستحسن تحقيقه، اللي هو ضمان استهلاك فائض حراري. شحال من واحد يقول لي راه ممكن تبني العضلات واخا ما تاخدش كفايه ديال السعرات تحت ما يسمى بالبودي ريكومبوزيشن، اللي فيه كتاخد سعرات قليله باش تفقد الدهون وفي نفس الوقت تبني العضلات. انا ما كنكرش وجود هذه القضيه، الا ان النظري كيبقى بعيد كل البعد عن التطبيق. حيت باش تحقق البودي ريكومبوزيشن خاصك تحقق شروط اخرى اكثر تعقيد، واللي كتغير حسب عده حالات وحسب السياق ديال الشخص. مثلا خاصك تكون بنسب دهون جد مرتفعه او مبتدئ يلاه بادي او تحت منشطات، ومع ذلك خاصك تكون ايضا ضابط مزيان الحجم الرياضي المناسب لك، نسب الراحه على راس النوم الكافي، وايضا العنايه الجيده والمدققه بالتغذيه. امور اللي صعب تطبيقها خصوصا عند الانسان العادي اللي عنده امور ومشاغل اخرى تتدخل في سيروره عمله كالامور العائليه العمليه او الدراسيه. اجي نتعمقوا اكثر في هذا السؤال ونشوفوا واش ضروري من الفائض الحراري. لفهم الأمور جيدا، العملية ديال البناء عملية خاصة جو مناسب، الجو اللي متوفرة فيه طاقة كافية للقيام بتلك العملية البنائية. كل ما قلت تلك الطاقة كل ما صعب توفير جو حيوي هرموني وعصبي مناسب لذلك البناء العضلي. يعني واش ممكن تبني العضلات بدون فائض حراري؟ نعم ممكن، لكن واش ممكن توصل لأقصى النمو العضلي بدون فائض حراري؟ لا. وانت كشخص هدفه الرئيسي زيادة الكتلة العضلية فيستحسن أنك توفر الجو المناسب لذلك. الطاقة الحرارية عندها دور مهم، فغير كمثلا وجبة بروتينية خالصة كالواي الخالص أو أبيض البيض وحده أو حليب خالي الدسم وحده، ما كتوفرش نفس نسب التخليق البروتيني مقارنة مع وجبة بروتينية متكاملة كحليب متكامل أو بيض كامل. الطاقة المتوفرة من المكونات الأخرى كالدهون تلعب دور مهم في دعم دور البروتينات في تخليق البروتين العضلي أو ال MPS. لذلك احترام شرط توفير الطاقة أو السعرات المناسبة للنمو كيبقى مهم أيضا. هذه من ناحية الأكل. ندوزو للشرط المتعلق بالتمرين اللي هو التأكد من أنك كتطور في التمارين ديالك. باش انك تزيد من الاداء ديالك الرياضي كيخص قبل ذلك يكون تاقلم عضلي، واللي كيقول تاقلم عضلي كيقول نمو عضلي. لذلك احرص على ان غادي في سيروره متقدمه في التدريب ديالك. بطبيعه الحال التطور الرياضي ما كيعنيش فقط انك تولي ترفع اوزان اثقل، انما اي حاجه تحسنات في الملكات الرياضيه الخاصه بك تعتبر تقدم رياضي. مثلا غير الا كنتي كدير واحد الجهد رياضي معين لرفع وزن اكس مثلا، ديك الجهد الرياضي قلال مع المده يعني وليتي داك الوزن كترفعه بدون عياء، راه كيتعتبر تقدم. او مثلا غير انا في الفيديو كان خاصني مساعد يوقف معايا باش نرفع هذاك الوزن، مع المده وليت قادر نرفعه بدون مساعده، فهذا بحد ذاته تقدم. وطبيعه الحال التقدم ماشي ضروري يكون من حصه الاخرى، امور تقدر تاخذ الوقت اسابيع وشهور الى غير ذلك. داكشي علاش صبر على راسك وخليك مركز اكثر. مهم تكون ضامن انك غادي في تقدم.
وبالأساس ضمان زيادة الوزن ديال الجسد ديالك بشكل تدريجي أو على الأقل عدم فقدان الوزن. زيادة الكتلة العضلية معناه زيادة الحجم العام أو كتلة الجسد. عاد زيد ارتفاع الوزن يسهل عليك أيضا رفع أوزان أثقل. هناك مبدأ كيقول الكتلة تحرك الكتلة. شحال ما قديتي ترفع أوزان أثقل شحال ما يعني أنك تتطور في التمرين وتوفر ضغط إضافي للعضلات من أجل التأقلم والنمو. طبيعة الحال وتيرة الكسب خاصها تكون بطيئة لتجنب كسب دهون كثيرة. هو في الحقيقة راك غادي تكسب الدهون، هادشي عادي وطبيعي في ظل استهلاك فائض حراري، إلا أن الهدف هو اكتساب أكبر كمية عضلات مقابل كسب أقل كمية ديال الدهون. وهادشي كيبغي العناية الجيدة خصوصا توازن نسب الراحة والضغط الرياضي اللي داخل فيه عامل مهم اللي هو النوم. الحفاظ على وتيرة نوم وكمية نوم ثابتة ستسهل عليك أو تجعلك متأكد من أنك في المسار الصحيح من الكسب العضلي. فالنوم عنده تأثير رئيسي على وتيرة الكسب العضلي من غير الاسترجاع الرياضي. فنوم غير متوازن يؤثر على التوازن الهرموني ومعه الجو الحيوي العام للجسد وبالتالي وتيرة الكسب العضلي. النوم العضلي صعيب تراقبه بالعين المجردة، داكشي علاش إلا كان احترام لهذه الشروط اللي ذكرت كون متأكد أنك غادي في المسار الصحيح وأن هناك احتمال كبير كتزيد في الكتلة العضلية. الشكل يقدر ما يبانش بشكل واضح حتى كتدخل في فترة التنشيف الثانية باش دير المقارنة بين جوج ديال فترات التنشيف، لكن كيف ما قلت تلك الشروط كافية لتوضيح رؤيتك لمسارك التدريبي وواش غادي في المسار الصحيح. غير يجب أخذ بعين الاعتبار بعض العوامل المؤثرة اللي غتخليك تغير النظرة ديالك وكيفاش ممكن تحلل دوك الشروط اللي ذكرت مسبقا. على رأس هذه العوامل كتجي الخبرة الرياضية والسن. ملي كيتقدم الواحد في السن فرص تحقيق النمو العضلي كتولي كتبغي عناية أكبر باش تحققها. شحال ما تقدمتي في السن شحال ما كتحتاج بروتين عالي مثلا، يعني ديك الكمية ديال 2 غرام لكل كيلوغرام تقدر تكون قليلة بالنسبة لواحد مسن، حيث كيكون تغيير في وتيرة الهضم عند تلك الفئة السنية وبطء ردة فعل تخليق البروتين. او مثلا النوم اللي شحال ما تقدمتي في السن شحال ما كتحتاج نوم اكثر او مدة اكبر للاسترجاع الرياضي او استرجاع الطاقة والقوة الرياضية. واحد صغير مثلا يقدر دغيا يعاود يتريني نفس المجموعة العضلية، بينما واحد كبير السن يقدر ياخذ وقت اطول للشفاء. يعني بالنسبة لشخص كبير السن يحتاج صبر وتركيز اكبر. الايجابي في عامل الخبره الرياضيه هو انك تولي عارف كيفاش تريني مزيان وبعنايه، لكن السلبي هو ان الجسم ديالك كيولي غادي وكيقرب من الحدود الجينيه ديالو وكيخص توصل للفشل التام عده مرات مقارنه مع واحد ما كيترينيش بزاف. ستيموليشن كتكون عندك ثقيله بالاضافه فكل ما كتقدم في التدريب كل ما كيصعب اكثر تتطور في التمارين ديالك. فاش يلاه كتبدا كتجيك ساهل تمشي من 5 كيلوغرام 10 كيلوغرام الى اخره في تمرين معين، لكن كل ما تقدمتي كل ما كتولي غالا بغيتي تزيد 2 كيلوغرام فهداك الوزن خاصك ليها برمجة خاصة وعناية فائقة. يعني قياسك للتطور الرياضي كيتغير وما كتبقاش رد البال غير مع تطور الأوزان، إنما عوامل أخرى كمثلا نقص نسب العياء تحسن كيفية التنفيذ إلى آخره، العوامل اللي ذكرت سابقا. بالنسبة لطرق المقارنة عند الإنسان العادي تبقى مختلفة تماما عن ما يتم القيام به في التجارب المخبرية. فالفرق العلمية عندها طرق خاصة لقياس النمو العضلي اللي ممكن ما يبانش لك نتايا بالعين المجردة. ففي غالب الأحيان كتحاول تقارن راسك بصور قبلية وكتحاول تحلل وضعيتك بالعين المجردة فقط، لذلك دير في بالك هذه القضية وكتبقى أحسن طريقة هي تقارن راسك بين جوج فترات التنشيف. يعني تدخل في مرحلة البناء العضلي وتكملها، ماشي تحبس بمجرد أنك تحس براسك شديتي الدهون، تكمل برنامج التضخيم حتى الاخر ديالو ثم تنشف عاد تقارن راسك بصور مرحلة التنشيف السابقة. لأن طريقة أخرى حتى هي تقدر تعطيك فكرة على واش غادي في المسار الصحيح ولا لا، اللي هي أنك تقارن تمارين العزل كمثلا البايسيب كيرل، وإلا قدرتي ترفع أوزان أثقل بحركة كاملة فكيعني أنك كسبتي كتلة عضلية عامة. بطبيعة الحال ماشي تقارن بتمرين واحد، إنما جرب مختلف تمارين العزل باش تجمع معطيات كافية. مهم كيف ما العادة أي هدف كيف ما كان خاص تخدم عليه بعناية وتكون واقعي أكثر في تصرفاتك. البناء العضلي واحد الحاجة اللي صعيبة بزاف، صعب من فقدان الدهون حتى عند الأشخاص اللي تحت المنشطات. داكشي علاش صبر على راسك وخليك محترم للشروط اللي صرحت بها. ديك الساعة كن متيقن أنك غادي في المسار الصحيح وما هي إلا مسألة وقت للوصول لهدفك.
كاين بعض الأشخاص اللي عندهم صعوبة كبيرة في زيادة الوزن أو ما يطلق عليهم بالهارد جينرز. هاد الأشخاص يعتبرون حالة خاصة اللي خاصة تفسير مفصل باش تعرف كيفية التعامل. هاد التفسير والشرح نديرو إن شاء الله في الفيديو القادم. نتمنى نكون عاونتك بهذه المعلومات. تحياتي وشكرا على المتابعة.